أشرح لكم عملية تقنية المدة على الشعرة، كيف تتوزع هالدقايق هاي، كيف تتوزع وشلون تتوزع على الشعر. نحن لما الشركة بتقلي انه هاي صبغة لازم 35 دقيقة تضل على الشعر وبعدين نغسل. طبعا نحن يفضل دائما انه ال 35 دقيقة نصفيها، يعني نزود في المدة وما نقلل. يعني الشركة قالت لي 35 دقيقة، ممكن ازيد من عندي 5 دقائق، ولكن ما انقص 5 دقائق. ليش؟ لانه صبايا اليوم المدة اللي هي نحن الشركة قالت لنا 35 دقيقة، اول 15 دقيقة من المدة المسموح لنا في توقيت وجود الصبغة على الشعر، هي اول 15 دقيقة وظيفتها ايش؟ وظيفتها انه تساعد الامونيا الموجودة بالصبغات في تفتيح الحراشف. اول 15 دقيقة، لاحظوا 15 دقيقة راحت كرمال المادة القلوية الموجودة في الأمونيا تعملنا على تفتيح الحراشف. ليش تفتح الحراشف؟ لحتى تدخلنا الحبيبات اللونية أو الذرات اللونية أو البيجمنت اللوني بقلب الصبغة. هي أول 15 دقيقة. تاني 15 دقيقة صبايا هو إنه دخول الذرات اللونية إلى طبقة الكورتكس وما تبقى فوق الطبقة الخارجية للشعرة. طيب احنا التأخير لما بتأخر، احنا استخدام الصبغة لما بنخلطها ونتأخر عليها، هالمدة هاي اللي بتمرق ايش بتصير؟ بتصير بانه لما ال 15 دقيقة اول مرقت انه فتحت لنا الحراشف، طيب 15 الثانية اذا انت ما لحقتي تدهنيها للخلطة، بتكون الذرات اللونية، الحبيبات اللونية في الصبغة بتكون الحجم مثل الكرات، الذرات اللونية مثل الكرات، بتبقى هيك بتكبر. يعني الذرات هاي بتكبر فما بتدخل للحراشف. وين بتضل فوق الطبقة الخارجية للشعرة. يعني كيف بصير؟ يعني شكل الذرات كيف إذا بالونة حطيتيها أو اسفنجة حطيتيها بمي وبعدين فنشت وكبرت هالكرة، لهيك الذرات اللونية بتأخيرها للمدة اللي لازم تنحط على الشعر فبتصير بتكبر، بتصير ذرات لونية بتكبر، فما بتدخل لحراشة الشعرة وبالتالي ما بتدخل لقلب الكورتكس، بتضل فوق الطبقة الخارجية، بتضل الصبغة فوق. لهيك ما بصير عنا ثبات للون، ما بصير عنا ديمومة للون مدة أكتر وأكبر، يعني الصبغة ما بتضاين على الشعر مدة أطول. وبنفس الوقت كمان إذا خاصة عملنا تغطية للشيب كمان ما بصير عنا تغطية مثالية للشيب، لأنه نحن ما دققنا بموضوع المدة، مدة الصبغة على الشعر. هلأ 15 و15 صاروا 30 دقيقة، في عنا 5 دقائق. هالخمس دقائق إيش؟ الخمس دقائق هاي بتعمل عمل المحسنات الموجودة بالصبغة، سواء زيوت، سواء إذا أنت أضفتي، يعني أنا بالنسبة لي بضيف عندي مادة الحماية اللي هو من تركيبة زيت عصا موسى، أنا بضيف له مليمات للصبغات كرمال أعطيها ترطيب عالي للشعر. بهالحالة هاي ال5 دقائق كل شيء ترطيب أو كل شيء مرطب موجود بالصبغة بيعمل عمله، بيعمل لي على ترطيب الشعر وتغذية الشعر، والشعر بيكون ما بيتعرض للضرر نهائيا.